السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي. رحت عشان أجيب طحينة، تخيلوا لقيت سعرها معدي ال80 جنيه. طب وليه؟ ليه أجيبها ب80 جنيه وهي ممكن أعملها في البيت وتبقى بنص سعرها؟ اللي نقدر نوفره واللي نقدر نعمله أحسن من بره كمان ما نعمله، نشتريه ليه بالغالي؟ هعمل معاكم طحينة النهاردة بطريقة جميلة جدا وبتركات، وخلي بالكم معايا بقى. معايا المقادير: معايا كوباية زيت، معايا كوباية سوداني، وكوباية سمسم، وكوباية دقيق، كله نفس المج هو. تمام. طيب انا ممكن اعمله بسمسم بس، وممكن اعمله بسمسم وسوداني. طب ليه انتي هتعملي بسمسم وسوداني؟ لان طعمه هيفرق معاكي جدا وهيخلي الطحينه تروح في حته تانية. طعم بقى اعمليه وعلى ضمانتي الشخصيه. بره طبعا مش بيعملهولك بالسوداني خالص، لان السوداني غالي، لكن انا هعملهولك بقى بالسوداني وبسعر رخيص وحاجه كده في متناول الايد. انا عايزه اقول لك الطحينه دي كلها والله ما كلفتني 35 جنيه، وهوريكم في اخر الفيديو ان هي عملت لي كيلو طحينة، وفي منتهى الجمال وبطعم مختلف عن اللي احنا بنجيبه من السرجة او من الماركت. طب دوقوه بقى وعلى ضمانتي ولازم تجربوها. بصوا بقى حبايب قلبي، طبعا السمسم لازم يكون متحمص. انا بحمصه على نار هادية جدا، النار ما تبقاش عالية عليه، لان لو عليتي عليه النار بيشيط وبيشيط بسرعة جدا. والسوداني نفس الموضوع. تمام كده حبايب قلبي. فانا هاخد حاجة اطحنها في المطحنة اللي هي قطعة الخلاط. اطحنها، وخلي بالكم وطولوا بالكم لانها بتاخد وقت. طبعا السمسم احنا عارفين ان كله زيوت، فلما بيلف كده بيتقل وبينزل الزيت بتاعه. فانا بعمل ايه بقى؟ تركايه ما حدش عملها قبل كده: بحط معاها معلقتين من الدقيق. طب المعلقتين من الدقيق دي وانا بطحن السمسم ليه؟ وبرضه هعمل كده في السوداني علشان خاطر بيأخر نزول الزيت، بيخلي الدقيق يتشربه وما يخليهاش تكلكع في قطعة المطبخ والسكينة تتعب وتقف مني. فجربوا بقى، حطوا معلقتين من الدقيق مع مطحنة وانتي بتطحني السمسم قصدي، هيتشرب الزيت. الدقيق هيشرب الزيت ومش هيخليه كلكع منك وينشف كده، وهيتطحن كويس جدا لان لازم يتطحن كويس قوي كده. هنا كنت طحنت برضو السوداني بنفس طريقة السمسم، حطيت برضو معاه معلقتين من الدقيق، اتطحن معايا كويس جدا. التركايه دي مش اي حد يعرفها، هتلاقيها على قناتي انا بس. فخلي بالكم واعملوها بنفس الطريقه وهتلاقوا اختلاف كلي وجزئي. لان لما بتيجي تطحنوا بتنزل الزيوت بتاعتها فبتكتل، فبتتعب السكينه وما بتطحنش كويس، ومهما عملتي مش هتطحن كويس ابدا. تمام يا حبايب قلبي كده انتوا عرفتوا. تمام. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الزيت. اول حاجه الماده السائله. تمام، لان لو نزلت بالسوداني او السمسم هيبقى ماده متكتله، فخليني انزل الاول بماده السائله وانزل بعد كده بالمواد الايه اللي هو السمسم والسوداني. تمام. وهطحنهم بقى كويس جدا جدا في قلب الشفشق. بس خلي بالي برضو عشان الخلاط ما يتعبش، لان برضو بيعتبر ده تقل او كتلة في قلب الشفشق. فبطحن شوية واوقف شوية، اطحن شوية واوقف شوية، وخلي عندي كده طولة بال عشان ينعم على الاخر. تمام. اهو، هو ده القوام اللي انا عايزاه. فضلت اطحن فيه لغاية ما نعم معايا خالص. يمكن الكاميرا مش جايباه كويس جدا، بقى ناعم قوي 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 زي اللي حضرتك بتجيبيه من بره. تمام. طب انا ما نزلتش بدي ليه؟ لان انا عايزه اطحنه لغايه ما ينعم السمسم والسوداني. هو ناعم بس ما بيبقاش ناعم خالص. فلما بحطه بقى مع الزيت وبطحنه في الخلاط فبينعم كويس جدا جدا جدا. فانا مش عايزه تقل غير لما اطحنهم كويس واتاكد ان هم اتطحنوا. نزلت ب4 معالق من الدقيق. طبعا انا حاطه قبل كده معلقتين مع السمسم وهو بيتطحن ومعلقتين مع السوداني وهو بيتطحن. فحطيت دلوقتي دقيق عشان يلف معايا قوام الطحينه. شايفين بقى الشكل؟ شايفين اللون؟ مش انتوا بتجيبوها بنفس اللون كده من بره؟ ولا شايفين قوامها عامل ازاي؟ لو عايزه التقل اكتر من كده زودي في الدقيق، بس انا يعني ما افضلش ان انت تزودي اكتر من كده. تمام. ممكن تحطي 3 معالق 4 معالق على حسب ما انت قوام عايزاه. على فكره الطحينه اللي من بره بيتحط عليها دقيق، وبتحط عليها دقيق كتير كمان اكتر من السمسم. يعني اكيد مش هيديك الحاجه يعني 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 طحينه بيور، لا طبعا بيزودها لك دقيق عشان طبعا يكسب. لكن انت هتعملي حاجه نظيفه وحاجه انت عارفه بتعملها ازاي. شايفين كده اهو؟ نزلت بصوا اهو، ده بطرمان كان فيه عسل طبعا، ده كان مكانه عسل. طبعا انا بغسل الحاجات اللي زي كده وبخليها لاي حاجه. فضيت فيها الطحينه. شايفين ده كيلو
كيلو ممكن يبقى كيلو حاجة بسيطة جدا، بس هو كيلو لما بيجي من بره بيبقى كده كيلو. يا رب تجربوها وتعجبكم جدا جدا الطريقة دي، وهتلاقوها حاجة مختلفة عن بره تماما. هتدوقوا الطعم، والسوداني بيضيف نكهة فوق الوصف، حاجة كده في منتهى الجمال. هتعملي طحينة هتحطي على الفول، في منتهى الروعة. اللي تقدري توفريه وفريه في ظل الغلاء ده، وخير ان شاء الله. كده خلصت الفيديو معاكم، ارجو منكم الدعم واللايك. ادعموني بالدعم واللايك ارجوكم عشان الفيديو يعلى وعشان الفيديو ينتشر. اتمنى لكم كل السعادة من كل قلبي يا رب. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.